الحقيقة معانا الأستاذ محمد من المنوفية. اتفضل يا أستاذ محمد. وات الو. يا أستاذ محمد، أنت باعت رسالة بتقول أنا عايز أعرف أنت بتجيب المذيعات اللي عندك دول منين؟ ايوه، إيه خير مالهم يا أستاذ محمد؟ اصل حلوين جوا. عاجبينك يعني؟ بالذات المذيع بتاع البرنامج بتاع بصراحه دي. القراءة؟ بصراحه. آه بصراحه. على فكرة يا أستاذ محمد، برنامج بصراحة ده برنامج علمي، وأسباب وجود هذا البرنامج إن إحنا من حوالي 3 سنين كان في إحصائية مطلعاها شركة مايكروسوفت حول المواقع الإباحية على الإنترنت، اللي هي المواقع اللي بتنشر أفلام السكس. ف حقيقة فوجئنا بأن أكبر نسبة دخول في الشرق الأوسط على هذه المواقع في مصر، وبعدين الدولة الثانية هي المملكة العربية السعودية. فالموضوع لما ازداد البحث فيه أنا تخيلت إن هو لمدة شهر فتبقى عملية عارضة، ولكني فوجئت أنه على مدار عام كامل مصر تنفرد بأكبر نسبة دخول في الشرق الأوسط على المواقع الإباحية. الدولة الثانية المملكة العربية السعودية، والسبب أن مصر نظرا لعدد السكان اللي بيمثل 3 أضعاف عدد سكان المملكة العربية السعودية. فكان لابد أن هذا الموضوع نبتدي نفحصه ونعرضه للدراسة، ونعقد سيمينار يعني اجتماع علمي مع عدد من الخبراء علشان نشوف كيف يتم مواجهة هذا الموضوع. وده تم بالفعل، وكان لابد من إيجاد برنامج تلفزيوني علمي يتحدث بكل صراحة عن أن الجنس ما هو إلا شيء زي الشم وزي السمع وزي النظر وزي حاسة الجوع وحاسة العطش، وإن هو مقنن، وإن في أسباب علمية وأسباب اجتماعية وأسباب نفسية بتؤدي إلى انحراف أو اتزان أو إسراف. كل هذه الأشياء كان لابد إن احنا نبلورها في برنامج يستهدف إلى نقل فكر الجنس من الفكر المكبل بالحديد والذي ترى أنه في زنزانة داخل العقل ويتلاعب بالعقل الباطن ويؤثر على عملية الإنتاج لدى أناس كثيرين جدا، ويؤثر على العمل، ويؤدي إلى انصراف الشاب والفتاة في أوقات زمنية كثيرة للتفكير في الجوانب الجنسية. فكان لابد أن يكون هناك برنامج في قمة العلم وبصراحة وبوضوح، حتى يتقبل الشاب وتتقبل الفتاة ويتقبل الرجل وتتقبل المرأة أن الجنس في حياة الإنسان هو شيء عادي ويوضع في حجمه، ولا يتم تضخيم هذه الحاسة. فالإنسان له حواس أولية وحواس ثانوية. الأولية هي التي ولد بها من خالقه، وهي حاسة الجوع والعطش والنظر والسمع والشم، الحواس الست والجنس. وأن هناك حواس ثانوية اللي هي تم التعود عليها من خلال المجتمع والبيئة المحيطة والفلكلور إلى آخره.
لابد أن يفهم الإنسان ماهية الشيء وكيفية هذا الشيء، لأنك عندما تتعرف على الكيفية وعلى الماهية يفرغ الشيء لديك ويعاد صياغة فكرك مرة أخرى وفقا لماهية هذا الشيء ووفقا لكيفية هذا الشيء، وليس لتضخيم، وليس التضخيم أو الحجم. وهذا ما نطالب به في المناهج أو في التعليم، أن يكون التعليم بطريقة كمية وليست كيفية، عفوا بطريقة كيفية وليست كمية. أن يكون التعليم بطريقة كيفية وليست كمية. عندما نتعلم الكيف في المدارس فنحن ننتقل إلى ماهية التعليم وماهية الأشياء التي يتم تعليمنا إياها، فتوضع في حجمها الطبيعي لدينا وتلصق في الفكر وتصبح من ضمن ديناميكيات العمل في حياة الأشخاص اليومية. أما عندما يكون كميا فهو يكون لوقت محدود، الهدف منه ان انت بتحل إجابة الأسئلة في الامتحان، ثم بعد انتهاء الامتحان في مادة مثلا زي مادة الأحياء أو الكيمياء بتنسى انت خدت ايه على مدار السنة، لأن انت كنت مخزن هذه المعلومات تخزين كمي وليس تخزين كيفي، لأن العملية التعليمية في مصر هي عملية كمية وليست كيفية. أرجو أن أنا أكون وضحت هذا الموضوع. حقيقة